السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بألف خير. وصفتنا النهارده ان شاء الله ام علي هنعملها بالجلاش، هنعملها في اقل من 5 دقايق. شايفين بقى ام علي جميله ازاي وطعمها احلى واحلى. اتمنى حبايبي تجربوها بنفس الطريقه دي. وقبل ما نبدا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. يلا بينا على الطريقه. بسم الله. انا جبت نص لفه جلاش، قطعتها وحطيتها في الفرن وحطيت عليها سمنه، دخلتها الفرن وفضلت اقلب فيها كده لحد ما خدت اللون الدهبي الجميل. بعد ما حمرتها بفضيها في بوله وبضيف عليها بقى 3 معالق كبار جوز الهند وبقلبه. جربوا بقى طريقه ام علي بالجلاش روعه. واضيف نص كوبايه زبيب. الزبيب بيدي طعم حلو قوي لام علي. وبقلبه برده كده. وبضيف عليه بقى مكسرات سوداني على بندق على لوز المتاح عندك. انا عندي سوداني وحبه مكسرات ضفتهم عليه. ضفت نص كوبايه سوداني مطحون، بيدي برده طعم حلو قوي للام علي. وبقلبها بقى كده علشان المكونات كلها تندمج مع بعضيها. بجيب بقى بولة وبحط فيها جزء من ام علي كده من الجلاش ومكوناته. ما تمليش البولة قوي، يا دوبك على قد الأكلة، يعني مثلا 4 تنفار 5 تنفار ياكلوا من البولة دي. هحط برضو في برامات، وهحط برضو في بولة تانية. لو حابة تعملي في أي وقت بتحضريها كده، تحطي عليها اللبن والكريم جانتيه وتدخليها تحت الشواية. أنا جبت بقى برامين، واخد جزء برضو من ام علي، مش حامله البرام قوي، اخد كده على قد شخصين. واملى بقى البرام التاني بنفس الطريقه كده. عملناها بقى في البيت اوفر وانضف من المحلات ومش مكلفه خالص، وعملناها بقى اقل التكاليف والريحه والطعم احلى واحلى. بفضي بقى كل نص كيلو جلاش بالشكل ده كده في البولات. وقت ما انا عايزه اعمل ام علي هحضرها كده. البريمه جاهزه والبولات جاهزه بالشكل ده. ودي البولة دي هعملها مع برام واحد على قد الأكلة. بجيب بقى كوباية كريم جانتيه وتلت كوب باستري كريم بيتباع عند مستلزمات الحلويات، وكوباية مية متلجة. بشغل المضرب الكهربائي لحد الكريم جانتيه والباستري كريم يتماسكوا مع بعض ويبقى القوام بتاعهم تقيل كده عشان احطه فوق ام علي وادخله تحت الشوايه. جربوا بقى ام علي بالكريم جانتيه روعه. الكريم جانتيه بدأ يتماسك. بضيف بقى معلقتين قشطه بتاعت الحليب، بتدي طعم حلو قوي لام علي. جربوا الطريقه دي وقولوا لي ايه رايكم. بشغل برضو تاني المضرب بالشكل ده لحد ما المكونات كلها تندمج مع بعضيها كده. بقى الكريم جانتيه والقشطه والباستري كريم جاهزين تقلوا اهو. بجيب بقى كيلو ونص حليب. غليت الحليب بفضيه في كزرونه كده عشان اعرف احط المكونات. وبضيف بقى نص كوبايه سكر، عايزه تزودي تقللي براحتك. انا حطيت نص كوبايه سكر وربع معلقه صغيره فانيليا ومعلقتين كبار قشطه، وبقلبهم كده بالشكل ده لحد ما يندمجوا مع بعض. بضيف بقى معلقه سمنه فلاحي، دي اختياري، انا بحب احطها كده. دي معلقه سمنه صغيره فلاحي بحطها كده في الحليب، تدي طعم حلو قوي لام علي. كده جهزت البرامين والبوله دي. دولت انا هعملهم على قد الاكله. هجيب بقى اللبن بالتدريج كده على على البوله وعلى البرام ده بس. والباقي الجلاش بعمله في وقت تاني واحط عليه برضو حليب تاني واغطي ام علي باللبن. بعد بقى ما غطيت ام علي باللبن اجيب كيس حلواني واحط فيه بلبله واحط كريم جانتيه كده عشان ازين بيه ام علي. وبزين بقى ام علي كده من فوق الوش، بعمل خطوط. المهم ان انا اغطي الطبقه بتاعت ام علي والحليب بالكريم جانتيه بالشكل ده. واساوي الكريم جانتيه بظهر المعلقه، واساوي البرام بالشكل ده كده بالكريم جانتيه. واجيب بقى السكر البودره انا طحناه وارشه كده بالمصفى السلك الضيقه دي على البوله وعلى البرام بالطريقه دي كده حبايبي. هدخله بقى تحت الشوايه هيطلع لي بقى بالجمال ده. شايفين بقى؟ هجيب بقى عين الجمل او اي مكسرات عندك حباها انت تحطيها فوق الوش. اتمنى تجربوها بنفس الطريقه بنفس الخطوات، وانا واثقه متاكده ان هي هتعجبكم ان شاء الله. تقولي لي ايه رايكم في التعليقات. جميله وسخنه. اخد قطعه كده من ام علي واحطها في الطبق. شايفين بقى الكريم جانتيه مع القشطه مع الحليب جميله جدا وطعمها احلى واحلى. ولو اول مره تشاهدوا قناتي مطبخ سوما واسهل الاكلات، اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. وده الشكل النهائي لام علي، وبالف هنا عليكم حبايبي.